السلام عليكم. يا رب يا جماعة تكونوا بألف خير. في فيديو اليوم إن شاء الله النهاردة هنعمل الكايزر وسر صلاحيته معانا لمدة شهر ونص بتاع الشركات بمكونات سريين بدون زبدة أو لبن أو بيض. زي ما انتم شايفين ما شاء الله منفوخ قدامكم والنتيجة رهيبة بمكونات تتعدى على الإيد ومكونات سرية هنقولها كمان. هنعجن يدوي مش هنعجن في عجان أو حاجة. وزي ما انتم شايفين النتيجة ما شاء الله طالعة عاملة ازاي. طبعا قبل ما ادخل في الفيديو هنفتح واحدة مع بعض وهتكلم في ملاحظة. الكايزر بتاع المخابز بيكون منفوخ اوي زيادة عن اللزوم وحجمه كبير مع انه بيبقوا عاملين الكرة صغيرة. تمام. المخابز اللي هي العادية مش الاحترافية اللي هي الشعبية يعني بيكون يا جماعة مدخلينه على درجة تخمير عالية جدا. التخمير ده بيملاه هوا جدا. تيجوا تعملوه سندوتشات ما بيكونش مشبع خالص. وفي نفس الوقت تلاقوه يا جماعة بعد ما بيخرج من الفرن عندهم ويقعد شوية بيكرمش عشان ده مش حجمه الطبيعي اصلا. فحبيت اديلكوا الملاحظة دي عشان الناس تبقى عارفاها. احنا نعمل بتاع الشركات اللي احنا نقدر نخزنه ويقعد معانا لأطول فترة ممكنة بأقل إمكانيات وبأقل تكاليف. يا ريت بقى يا جماعة كل اللي لسه جديد ينزل يعمل اشتراك وتفعيل الجرس. وأهم حاجة كل اللي موجود إعجاب للفيديو ومشاركة ومتنسوش تسيبولي تعليق عشان تعليقاتكم بتفرحني جدا. يلا نبدأ. أول حاجة كده يا جماعة معايا 50 جرام سكر. تمام. 20 ملي زيت. 10 جرام ملح. يعني ملي هو جرام يا جماعة. 20 جرام لبن بودرة اختياري. بعد كده معايا 15 جرام خميرة زي ما احنا هنشوف كده. بعد كده يا جماعة اول مكون سري معايا وهو بروبيز. البروبيز ده ممكن ما تلاقوهوش بديله. هو انا مستخدم 5 جرام بديله 10 جرام كاسترد بودرة لو احنا بنستخدمه عادي في كل بيت. بديله 10 جرام كاسترد بودرة. حبيت الوصفة تكون بدون محسنات او حاجة بس نتيجة تدي نفس النتيجة بتاعت بره. بعد كده يا جماعة معايا 10 جرام ترمولين بديله عسل نحل. تمام. مكنتش اعرف لسباتي ولا راحت فين فطبعا غسلت ايدي ونزلته بايدي. تمام. زي ما احنا شايفين كده. وطبعا لسه ما ضفتش المية 500 ملي لان انا مستخدم كيلو دقيق جميع الاغراض او مخبوزات ويفضل يكون مخبوزات. كيلو الدقيق يا جماعة مخبوزات او جميع الاغراض ويفضل يكون مخبوزات. طبعا هغسل ايدي وهنزل بال 500 ملي مية او ال 500 جرام مية. المية ما بتكونش معايا دافية، المية فترة عادي. ببدأ أعجن كده في العجينة بتاعتي. تاخد معايا مدة عجن ربع ساعة. العجائن دي يا جماعة من العجائن اللي بتحب تتخدم كويس جدا في نفس الوقت تكون ناعمة معايا وزي اللبانة مطاطية. بس ناعمة أهم حاجة لأن لازم تتخدم كويس وتكون ناعمة عشان تاخد هشاشة من جوه ما يطلعش معايا مكتوم وتقيل يطلع معايا هش وخفيف معايا. بفضل أخدم في العجينة كويس جدا وبعد كده نشوف النتيجة عاملة ازاي. اهم حاجة تكون البولة اللي معانا بولة عميقة عشان يعني ما نوقعش دقيق او حاجة. ده قوام العجينة يا جماعة لمت ونضفت يعني جنبها اتلمت يعني دهنتها شوية زيت. قوامها ناعم وهوريهولكم زي ما انتوا شايفين كده. صوابعي بتعلم ناعمة. بعد كده يا جماعة اغطي عليها كويس جدا واسيبها تخمر شوية بس مش تخمر قوي. تمام. هنشوف بالنظر المفروض تبقى عاملة ازاي معايا. قعدت معايا بالظبط يا جماعة 3/4 ساعة لحد ما وصلت للنتيجة دي. هبدأ افضي منها الهوا زي ما احنا هنشوف كده وهنبدأ نشكلها ونشوف التقطيع هيبقى قد ايه. يا اما التقطيع يا جماعة 55 جرام 75 جرام 110 120 كحد اقصى. انا قطعت تقريبا في حدود 60 جرام. يعني انا بقول لكم ابعاد يعني من 50 ل55 60 65 حاجة و70 تمانينات تسعينات براحتكم. ببدأ اقطع كده يا جماعة العجينة القطع وبعد كده نشوف هنشكل ازاي. طبعا يا جماعة التانيين كورتهم واللي بكور وبغطي عليه باخد العجينة كده بضربها ضربة وبلم اطرافها على بعض وبكورها كده براحة ايدي زي ما احنا شايفين او بنقفلها عاد زي الصورة وبنقفل الاطراف. تمام. بس ده بتبقى افضل يعني بتخلي السطح معايا ناعم. بغصه كمان واحدة. بخبط العجين وبلم اطرافه كده في النص.
تمام. وببدأ اكوره كده يا جماعة براحة ايدي زي ما احنا شايفين كده معايا، واتأكد من القفلة من تحت. دي بقى الحركة العادية، تبطيطة كده يا جماعة، وبقفلهم كده وبكورهم في ايدي زي ما احنا شايفين، من غير التحكم المزدوج الاولاني. بعد كده يا جماعة هعمل جزء بسمسم وجزء من غير سمسم. معايا طبق في مية، تمام. ببل سطح العجينة واحطه في السمسم الابيض. مش لازم نبل السمسم عشان لو فاض معانا ما يبص. نبل سطح العجين بمية وبنحطه في السمسم كده زي ما احنا شايفين، وبحطه على جنب هكذا لحد ما اخلص. دايركت يا جماعه حطيته في صواني وسبته يخمر، قعد معايا ساعه زي ما انتم شايفين ما شاء الله منفوخ معايا وزي الجاهز بالظبط. دايركت على درجه حراره فرن سابق التسخين مسبقا، درجه حراره 200 مئويه. وبالمناسبه عملت جزء ساده وجزء بسمسم. 200 مئويه رف اول مش الارضيه بتاعه الفرن، بيقعد معايا 10 دقايق. يفضل افتح الشوايه معاه، بس لو الشوايه ما بتتفتحش معايا يا جماعه ياخد لون من قاعدته كويس جدا، بفتح بعد كده الشواية وبستمر في لف الصواني لحد ما اللون يطلع معايا واحد. زي ما انتم شايفين ما شاء الله منفوخ معايا اهو يا جماعة، ومظبوط جدا ولونه كل واحد ما شاء الله. عملنا جزء سادة وجزء بالسمسم. بعد كده بديله بخة مية وبغطي على قيمة بس 5 دقايق، لان ما بيطلعش هش قوي من الفرن، بيطلع تحسوه شرب شوية وشدد شوية لحد ما يريح بس وبيبقى طري. نشوف بعد كده بقى يا جماعة النتائج عاملة ازاي. زي ما انتوا شايفين قدمت منه اهو يا جماعة. شايفين نفخته؟ قربت لكم عشان تشوفوا قد ايه منفوخ، لان من بعيد مش مبين الجسم بتاعه، بس دلوقتي شايفين ما شاء الله منفوخ ومظبوط ازاي، ولا بيكش ولا اي حاجة. ما شاء الله بضغط عليه بيرجع تاني اهو. هنبدأ نفتح كده واحدة يا جماعة، بيرجع تاني. بفتحها معاكم ببطء عشان تشوفوا هشاشته قد ايه. ما شاء الله. اتمنى يا جماعه الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم محدش ينسى يسيب اعجاب للفيديو وتعالى عشان ان شاء الله الكل يستفاد من الوصفه. وصفه اقتصاديه، وقلنا للمكونات بدايل وبيدوا نفس النتيجه، بحيث ان احنا نعمل حاجه ونقدر نحطها في اكياس تخزين في الفريزر نطلع منها ان شاء الله على التسخين للسندوتشات او كده، لان قلت بتاع المخابز عباره عن هوا ومش مشبع، ولما بيطلع من الفرن بتلاقوه مكرمش يا جماعه. ومش بيكون كده، ده لا بيكش ولا بيبقى في اي مشكلة من المشاكل ولا بيطلع مكتوم. السلام عليكم.